دشوا لشوا مدرسة ايه وغيره ايه؟ انتوا مش دريانين؟ ابوك خلاص تحطم يا نبيها، انتهى، اتخرب بيته. يا لهوي بعد الشر يا اخويا. ما هو انتوا مش دريانين. تفلى الشر يا استاذ عبد المجيد. انت ما بقتش غريب علينا يا شيخ متولي. انا هقول لك، انت عارف ان استبدلت معظم المعاش في الحكومة واخدت الارض اللي عندكم دي. ايوه ومبروك ان شاء الله، ارض بعدينها كويس بس عايزة تصليح. والتصليح ده اهو زي ما اتفقنا سوا هتقوم بيه انت في نظير ايجار 3 سنين. يعني اقعد 3 سنين ما اخدش من الارض ولا مدليم ولا قرش. والله يا استاذ عبد المجيد دي هتاخد مني تعب ومصاريف جد ايجار 5 سنين. انا متأكد انك كرمتني لان عرضتها على شركات زراعية قبل منك. المهم ان هقعد 3 سنين ما اخدش منها حاجة، مش كده؟ ايوه. كان فاضل في المعاش بعد ثمن الارض قرشين يقضوني ولو بصعوبة واختصار. وماله يا اخويا، نتك على نفسنا ونوفر وكلها 3 سنين وتبقى نغنغة. الكلام ده يا فلحة لو ما كنتش استبدلت بقية المعاش علشان الجهاز. يعني بعد الجهاز ما فضلش غير قرشين ما ينفعوش في الحالة دي. امال كنا هنعيش ازاي؟ كنا هنقعد في شقة صغيرة على قدنا احنا الاتنين ونعيش. لكن دلوقتي الجوازة فدخت والجهاز اللي دفعنا فيه دم قلبنا بار في رقبتنا وقرشين المعاش طاروا ونبيها لازم ترجع مدرستها تاني. شايف يا شيخ متولي؟ معنى الكلام ده اني خلاص انتهيت، طبقت عليا من كل حتة، هتبهدل واتجرح على اخر الزمن. طلعت من الحكومة موظف محترم، بكرة امشي في الشارع ببدلة جربانة، بكرة انكسف افوت على اللي كنت ريس عليهم، بكرة ادور على حتة استخبى فيها بالناس. انا لله وانا اليه راجعون. يا رب استرني بالموت يا رب. استغفر الله العظيم. وليه يا راجل ما يستركش بالحي؟ ده لطفه ملوش حدود. يعني السنة تنطر علينا فلوس يا شيخ متولي، دي وحشة للركب. وتنطر فلوس ليه يا ست ام نبيها؟ ربنا خلق للبني ادم عقل يدبر به اموره، مش يقعد يندب ويشكي من غير ما يشغل عقله. نشغل عقلنا في ايه بس يا شيخ متولي؟ ادي السما وادي الارض. قلتها كلمة حكمة يا ست ام نبيها. ادي الارض، ادي الارض بتاعتكم اللي عندنا، تروحوا تقعدوا فيها انتم وتصلحوها انتم وتزرعوها انتم، واجرة الشقة اللي بتدفعوها هنا في مصر تصرف عليكم هناك. انا اقعد في الريف؟ ده يستحيل. استنى انت يا نفيسة، بتقول ايه يا شيخ متولي؟ اصلح الارض؟ اصلحها بايه؟ انا عندي مصاريفها. مالكش دعوة بالمصاريف، تيجي تباشر معايا وتتعب معايا وانا ادفع لك ربع ايجارها كل سنة تتبحبحوا فيه. نروح يا بابا وانا اشتغل في اي حاجة. ونسكن هناك فين؟ في البيوت اللي مبنية بالطين؟ يا ست ام نبيها انا ساكن في بيت زي البيت اللي انتوا ساكنينه ده، فيه من مجاميعه حتى الكهرباء، وارضكم اللي اشتريتوه فيها بيت زيه. يعني اروح اتوحد هناك واسيب بلدي واهلي؟ ان كان بلدك واهلك يوكلونا نقعد. اسمع يا شيخ متولي، احنا رايحين معاك. اقف عندك يا محمود. ايه خبر ايه يا ربيع؟ انا قلت لك 100 مرة ما تجيش الاسبابي. وانا جاي لك يا اخي. بيت عمي بيتي. يعني تحجر على عمك ما حدش يزوره؟ تزوره هو ما حدش شريكك، لكن تيجي عشان صافية بنت عمي لا. قلت لك انا عايزها، انا ابن عمها واولى بيها. اولى بيها ليه يعني؟ اذا كنت طول عمرك عايش معاه ما فكرتش ابدا انك تطلبها، اشمعنى ما حليتش الا دلوقتي؟ انا كنت غايب 3 سنين في الجيش. وماله؟ ما انت برضه كنت بتيجي في اجازتك. ما تطولش، انا عايز بنت عمي وخلاص، وبناء عليه تكف يدك. عجيب الله، ده فايتني وماشي على العزبه برضه. يا اخي حد الله بيني وبينك، الكلام ده انا ما اسمعوش الا من عم الشيخ متولي بنفسه، اما انت مالكش عندي حاجه. ابويا الشيخ متولي راح المحطه يقابل عيله الاستاذ عبد المجيد اللي زي النهارده. استريح. معلش نجيله بعد المغرب. ما تتعبش نفسك يا محمود، ما تعتبش البيت ده لحد صافيه ما تروح بيتي. صافيه مش هتروح الا بيتك
عد الله بيني وبينك يا محمود، خليها تفوت سليمه. ارجع ما في خيرك اركبه. طيب يا محمود. نبيها نعم يا بنتي يا نبيها. سمعتي زي صوت عيار. عيار ايه ده؟ مدفع ده.